السلام عليكم، عاملين ايه؟ اخباركم؟ عايزين نتكلم شوية في بعض حاجات. هو موضوع محرج بصراحة، موضوع ما كنتش حابب اقوله او مش حابب اقوله. يعني هو محرج ان اتكلم مع حد مباشرة. يعني ايه؟ آه مش عارف اقولها ازاي، بس هقوله وخلاص. اللي يحصل يحصل ان شاء الله. آه اولا لازم تفهموا لما بتكلم في موضوع عام، موضوع مش لشخص معين، عشان ما فيش واحدة او واحد يقول لي انت بتتكلم عليا. لا طبعا. هو في حاجة انا عايز اقولها لكم. انا ربنا الحمد لله انعم عليا بنعم كتير، فمنها ان لبست نظارة. فربنا لما بياخد من حاجة بيدي في حاجة، فربنا مديني ان انا بشم كويس. تمام. يعني انا خد من نظري فاداني ايه في الشم كويس. المشكلة ان اي ريحة حلوة وحشة بلقطها. السؤال بقى الذي يطرح نفسه، انت دكتور وريحتك زفت ليه؟ انت منقبة او منتقبة، هو انت علشان منتقبة او منقبة تبقى مبهدلة في نفسك لدرجة ان ريحتك تبقى زفت؟ طب انت موظفة شيك جدا جاية من بنك بتعرضي عليا شغلك، تبقى ريحتك زفت؟ ازاي بنت او مدام بالذات عن الرجالة تبقى ريحتهم زفت؟ بخلاف الناحية النفسية، ان اي حد ريحته مش حلوة فده بيدل ان نفسيته متبهدلة وان في مليان طاقة سلبية. خلاص. بس احنا في بلد مسلمة وعرب، يعني المفروض النظافة دي من الإيمان. يعني النظافة، انتوا متخيلين يعني ايه واحدة جاية تعرض شغلها عليا؟ انا في جهة حكومية، فمن ضمن اللي بيجي لنا ناس بتوع تأمين، ناس بتوع بنك، الكلام ده كله. تمام. انا قابلت حد من يومين، انا مش عارف اقول لها ايه. يعني انا نفسي ان هي تبعد عني. كل رغبتي في الحياه ان هي تبعد عني دلوقتي. لا مؤاخذه، كل رغبتي في الحياه ان لازم تبعد عني دلوقتي لان ريحتها زفت. ازاي بنت ولا مدام تبقى ريحتهم زفت؟ انا اسف في كلمه زفت. يعني ازاي انتوا عندكوا طاقه وقدره ازاي ان تبقوا ريحتكوا كده؟ انتوا عالم معفنه. انا اسف في اللي انا بقوله، انا بعتذر. هو انت علشان لابس جلابيه او انت مربي دقنك متدين تبقى ريحتك وحشه ازاي؟ اشكرك جدا يا مذيعه، يا جميله، يا شيك، يا راقيه. من ضمن شياكتك ومن ضمن تدينك او من ضمن تدينك او من ضمن شياكتك ريحتك. انا بفرح جدا لما الاقي واحد ريحته حلوه، اقول له ايه ده ريحتك حلوه دي، اسمها ايه؟ واكتب اسمها على طول. انا ببحث عن الروائح الجميله لان هي دي دليل على الروح الجميله. طول ما انت نضيف، طول ما انت بتبعث طاقه ايجابيه لكل المحيط، انت واللي حواليك. استاذه او المذيعه دينا بتقول اللي هي بايميل لماما اياد، الريحه متعه الجمال او معنى الجمال على حد كلامها. انت شيك او انت شيك او انت مؤهل او هي مؤهل عالي او انت برستيج وريحتك زفت، ازاي؟ فلو سمحت، لو سمحتوا
تعرفوا الدين صح ان كنت منقبة او منتقبة او انت متدين. نظافة، نظافة والله. ولو سمحت، انت مؤهل عالي، انت بكالوريوس تجارة، انت دكتور، انت ايا كان، لازم تفهم ان شياكتك ولبقتك واناقتك ودي كلها لازم تكمل بريحتك. انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحة. انا بقابلني ناس بيتقال لي يا دكتور وريحته لا تطاق، ريحته زبالة. مدير قابلته لابس بدلة ريحته زفت. طب انا في المترو ولا في اتوبيس الناس غصب عنها ورجالة بتشتغل فوق ال10 ساعات وال9 ساعات وال12 ساعة، مفيش مشكلة. طب انت مستحمل نفسك ازاي؟ انا قسما بالله قابلت حد ربنا يعلم بحالته وبحالتي، حالتي ان انا مستحمله وبحالته، لان الريحه دي دليل على وساخه نفسيته او وساخه حياته. ربنا يعلم. انا والله ما يعني انا بتكلم بجد والله. ريحتهم زباله، ريحه القمامه اللي بتشمها وانت في الشارع. قعد جنبي قسما بالله بقيت هاين عليا، يا رجع يا اما في حاجه غلط، يا يمشي من المكان في حاجه غلط. انا كل ما بتذكر المواقف دي، ولسه الموضوع ده منتشر او بشكل غير طبيعي. يا جماعه انا في حياتي انا شاب اهو عادي. عندي المسك وقرب يخلص اهو، عندي برفاني جنبي دايما جنبي، ومعايا برفان تاني، وهكذا. كولونيا ب25 جنيه ولا ب75 جنيه لو كبيرة شوية، بتقعد معاك فوق الشهر. انتي ريحتك زفت وانت ريحتك زفت. ليه يا بابا؟ ليه؟ انا عايز افهم. استاذ محمد صلاح بيقول في ناس طبيعتها كده مش بتفرق معاها كل شيء عندها خير. ماشي، انا بتكلم بصفة عامة مش في النظافة بس، في اي اشياء كثيرة. يعني انا مش واضحة معايا الكلام بتاع حضرتك، بس لو حتى ريحتها كده او ريحته كده، في حلول كتير. اولا انت بتشيل اللعانة وبتنظف نفسك داخليا وخارجيا في المناطق دي. ثانيا انا قسما بالله يمين بالله اتحاسب عليه، ما بعيب حد ولا بهين حد ولا بضايق حد، بس بقول يا جماعه نظفوا نفسكم، لان كده مش طبيعي. والله كده ما طبيعي. يعني ريحه مش حلوه ماشي، لكن تصل ان هي الريحه زي الزباله، يبقى في حاجه غلط. يا انت نفسيتك مش حلوه وروحك مش حلوه، يا اما مليان مشاكل اللي ربنا اعلم بيها، وانت كمان مش نضيف مع نفسك. ازاي انت مش شاممها؟ ازاي انت مش حاسسها؟ طب ريحتك كده، ما في حلول عشبيه وفي حلول طبيه. بلاش دي خالص. ازاي انت دكتور ومبهدل في نفسك شكلا؟ ازاي دي؟ ازاي انت مدير ولابس بدله وكل حاجه وريحتك لا تطاق؟ ازاي انت مندوب التسويق بنك او مندوب التامين، فانت جايه بتكلميني في شغل وانت ريحتك زفت؟ انا يعني من كتر الضغط النفسي اللي من الريحه انا بقى عليا، لا ابعدي عني. انا خلاص انا بقيت مش طايق، بس بدات استحمل عشان ما تزعلش، عشان ما يبقاش رد فعلي غلط. كلنا مبهدلين في حياتنا، في اوضتنا، في تعليق الهدوم، بنكسل نغسل المواعين مثلا، غيره شقتنا، حياتنا. لكن لما بيجي ضيف لازم ننسق نفسنا. انت ضيف لنفسك، يعني انت رساله لنفسك بره، وانت واجهه لبره. فانت لما بتشتغل او بتقابل ناس او اصحاب، يعني المفروض تخرج من بره بيتك اجمل من جوه بيتك، لان انت جوه بيتك انت ممكن تعمل اللي انت عايزه.
لكن بره بيتك انت المفروض تبقى اجمل من اللي انت جوه. صح ولا انا بقول كلام هندي؟ ازاي ستات منتقبات ومش نظيفه، وازاي بنات محجبه شيك جايه في بنك ولا في تامين وريحتها زفت، وازاي انت دكتور ولا مدير وريحتك زباله؟ ازاي؟ والله يا جماعه ما بكذب عليكم، زباله. ازاي؟ استاذ محمد معاك حق يا دكتور، حاجه يرثى لها فعلا ووضع غير مقبول فعلا. معاك حق يا دكتور. ف خدوا بالكم من نفسكم شويه عشان الاخرين حتى تاخد عنكم صوره حلوه. خدوا بالكم من نفسكم شويه علشان الاخرين يتقبلكم. يا جماعه انا برش بره وجوه وكل حته ولازم تبقى ريحتي حلوه، يعني لازم وابقى لو ما كانتش ريحتي حتى مش فواحه على الاقل ابقى حاسس في نفسي ان انا حلو. صح؟ انتوا مش كده ليه؟ يعني ايه مسؤوليات ويعني ايه هموم لدرجه ان انت تنسي نفسك او تنسى نفسك فتبقى غير مقبول للاخرين؟ انتوا متخيلين اللي انا بقوله؟ انا بتذكر بس بعض الاشخاص اللي بحكي لكم عنهم انا بتعب نفسيا دلوقتي. يعني انا تسببت لي طاقه سلبيه منهم حتى لما بتذكرهم. انتوا فاهمين اللي اقصده؟ ليه كده؟ ليه؟ مين قال ان انت متدين تبقى ريحتك زفت؟ ازاي اصلا؟ مين قال ان انت مؤهل عالي او دكتور او مدير وريحتك زفت؟ مين قال ان انت متشيكه وكل حاجه وريحتك لا تطاق؟ مين قال كده؟ ثانيه كمان، ازاي انت في بيتك او في بيتك ايا كان دينك او ايا كان مستواك الاجتماعي ايا كان مدى ثقافتك وريحه البيت زفت؟ ده دليل ان في حاجه غلط. نظفوا نفسكم ونظفوا مكانكم. ده دليل ان الطاقه السلبيه مليانه في المكان. يا جماعه الشيطان او الجن بيتركز في الروائح الكريهه. انتوا فاهمين اللي انا بقوله ولا ايه نظامكم؟ اصلا اماكن الشيطان او اماكن الجن ايه هي؟ سطح البحر، اماكن القمامه، الروائح الكريهه اللي في الاماكن المهجوره او الاماكن الكريهه، كمان اللي هي الاماكن النكسه اللي هي زي عين الحمام والمهجوره والزباله. انتوا بتعملوا اماكن للشيطان داخل نفسكم ليه؟ ما بتصليش ما فيش مشكله، ده حسابك مع ربنا، لكن لازم تكون نظيف. انت مجنون بجد يعني. لما تبقى دكتور وريحتك زباله، لما تبقي واحده مدام وريحتك زباله، لما تبقي بنت معديه عليا وريحتك زباله، انتوا مجانين بجد، مجانين، مش حاسين بحياتكم. في حاجه غلط. استاذ محمد صلاح، موضوع مهم جدا 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 ومثير للنقاش ومشكور حضرتك انك بتتكلم فيه يا دكتور. بتعاني كثير من الحاجات دي، انا بعاني وزعلان. انا زعلان عليهم، والله زعلان عليهم. انا ما بعبش في حد، ربنا عالم. بس ازاي انت مش مهتمه بنفسك كبنت او كست؟ خاصه الراجل، يعني خاصه عن الراجل. ازاي انت مؤهل عالي ومش واخد بالك بحياتك؟ ازاي انت ست مبهدله في نفسك وفي لبسك وفي ريحتك؟ ازاي مدير بتقود مكان وريحتك لا تطاق؟ ازاي دي؟ استاذه مها الشيخ، فوبيا عشق البرفان، والله مش بكتفي بالرش، انا زيك وبجيب معطر جو وبحط كولونيا وبحط برفان. انا بحب كده قوي، بحب الروائح الجميله يا اخي يا جماعه. والله انتوا ليه مش كده؟ انا مستغرب الموضوع ده. ازاي انتوا مش كده؟ يعني مفيش بني ادم طبيعي كده يعني يبقى ريحته بالشكل ده، مضغوط شويه يوم او يومين، لكن تبقى حياتك كلها بالشكل ده. استاذه مها الشيخ، بنكمل التعليق بتاعها. فبرش بنوع واحد 4 انواع
ممكن يعني 4 انواع في المره في البيت قبل بره. هي حاجه شخصيه ليا، ما انا برضو نفس الكلام والله، وانا بستغربها ان انتوا مش كده ليه. اما بقى معطر البيت فلوسي رايحه عليه وما اقولش بقى على البخور. انا مصروف بيتي يعني مصاريف في الحاجات دي. بس نظافة القلب برضو اهم، صح. انا ما قلتش حاجة انك تكون محترم، بس في نقطة على ناحية البخور دي يا جماعة، في نقطة مهمة جدا. البخور غلط، البخور غلط. بناتي عمري كله بتقول انا بهتم لدرجة الوسوسة. حلو جدا. استاذ سمير في الموضوع ده لو سمحت، مش فاهم ايه في الموضوع ده لو سمحت، ايه في الموضوع ده لو سمحت، مش فاهم. في حد معين يعني حصل معاك؟ لا، في حدود كتير واعرفهم وبتعامل معاهم يا استاذ سمير. في حاجات كتير، في ناس كتير جدا، وبقى في انتشار قوي. يعني قبل كده في حياتي دخلت في مواضيعات كتير، ودخلت في مشاريع كتير، ودخلت في علوم كتير وتجارب كتير. عادي بقابل شخص 2. لكن دلوقتي بقى مستفز، بقى في حوالي 5 6 7 كتير، وفي المواصلات وفي الشغل وفي هنا وهنا. ليه الموضوع بقى منتشر؟ ليه انتوا بتخلوا الشيطان داخلكم ناحية البخور؟ علشان الأستاذة ذكرتها، أستاذة ما شيخ، ما ينفعش. البخور بيجلب الشياطين، البخور بيجلب أنواع معينة للجن بأشكاله المختلفة، وبالذات لما تشغلوا بالليل. فهموا الموضوع ده مش أنا كنت فاكر زيكم. لقيت في حد اتكلم في الموضوع أكتر من مرة، وأنا ناقل عنه، أنا مش مواثق من المعلومة، ولكن أو عنها يعني، لأن قابلت كذا شيخ وكذا بيتكلم في الموضوع ده. البخور يا جماعة بيجلب الشياطين أو بيجلب الجن بأنواع، فأرجوكم، وبالذات خاصة لما تشغلوا بالليل. أستاذة بتقول بناتي يقصد يقول لك لو حاجة حصلت معاك حاجات كتير، بس انا ما اقدرش احرج حد ان كان موقف او ريحه او ايا كان. ما اقدرش احكي، ما اقدرش يعني. قابلت شخصيات كده كتير وبزعل عليهم، انا بزعل عليهم يعني. واقول لهم ايه؟ انا بنصح في العموم، يا ريت تكونوا رسائل للاخرين من طرفكم، تكونوا واجهه لنفسكم قبل الاخرين. تقف قدام المرء كده، انا حلو، انا شايف نفسي حلو، مش مبهدل علشان مشكله، او انا متلخبط علشان مشكله، او علشان ولادي، او ده كلام شماعه. في ايه يعني؟ في ايه يا جدعان؟ انا مندهش من الموضوع ده. شكلك مبهدل او ريحتك مش حلوه لدرجه انك تكون زباله. ازاي ده بني ادم؟ ازاي يا جماعه؟ انا يعني مش عايز اتكلم في الموضوع اكتر من كده، لان كده انا وصلت رسالتي. استاذ سمير وهدان، مش كل البخور الطش المغربي، لا، كله، ولكن بانواع مختلفه. في النهايه ريحتك حلوه بتجلب طاقه ايجابيه، ريحتك حلوه بتجلب طاقه ايجابيه وللمكان وللاشخاص وبتجذبهم. ريحتك مش حلوه بتجذب الطاقه السلبيه، بتجذب الشياطين وبتجذب الجن. اللي انا بقوله ده عن درايه وعن علم وعن معلومات، يعني انا ما بقولش كلام هندي. بس علشان ما اطولش عليك، المكان الخرب، المكان المهجور، المكان الزباله هو اماكن الشياطين والجن. فانت بالظبط انت بتجلبهم لنفسك. فنضفوا حالكم، خليكوا شيك، خليكوا ناس حلوه، خلي ريحتك حلوه، خلي انت نفسك رساله للاخرين. ما تخليكوا حلوين يا جدعان. هو في نقطه كمان، ايه موظفين الحكومه اللي اشكالهم بقت يعني ليه اشكالكم مش حلوه؟ ليه هو نفسكم بقت خراب لدرجه ان اشكالكم بقت خراب للدرجه دي؟ والله النهارده كنت بكلم واحد صاحبي بقول له ليه النفوس كده؟ قال لي احنا فاضي، احنا لازم نكون فاضيين لكده.
هو احنا لينا ورا غير كده ننمي على ده ونختبل ده؟ انتوا لو مشغولين بجد، مشغولين بعلم ومشغولين بحاجه فايده، حياتكم هتتغير. لكن واضح ان انتوا مشغولين بالاخرين ومشغولين بالمشاكل، فعشان كده انتوا دمرتوا حياتكم. استاذة بنات، الموضوع مهم جدا وله علاقة بالشخصية نفسها. طبعا يا جماعة، انا قابلت مدير ريحته زفت، بقيت مش عايز اقرب للمكتب حتى. انا قابلت دكتور والله العظيم على بعد حوالي متر ريحته باينة زفت. انا قابلت مهندس قسما بالله انا كنت هنا ارجع من ريحته. ليه كده؟ وبنات ومدامات ليه كده؟ ليه؟ بنتي ولا مدام معاكي برفان في جيبك، الراجل ممكن نقول معذور، لكن مش كل شويه يبقى كده انت في حاجه غلط. معذور لشغله مثلا، لكن ايه اقول ايه تاني؟ يلا احرقكوا. يعني بجد انا بتقلب، معدتي بتقلب. نكمل التعليق. فعلا انا زيك بعاني من المشكله دي مع ناس كتير وبقرف جدا، وفي ناس ما بسلمش عليهم. انا غصب عني بتعامل مع بشر زي كده. واضح ان النفوس زباله فخلت ريحتهم زباله. واضح ان الاشكال دي بناء على الروايح او روحهم ونفسيتهم. بس هنعمل ايه؟ مش بايدينا. استاذ محمد صلاح، كلام في محله واتفق مع حضرتك جدا في حديثك يا دكتور. والله انا كنت محرج ومش عارف اتكلم في الموضوع ازاي، لان في ناس هتسمعني وفي ناس هيبقى كل واحد على راسه بطحه وهيتهمني بالغلط، ما انا مش عارف ليه، مع ان هو اللي غلط او هي اللي غلط. يعني انا ما كنتش عايز اتكلم في الموضوع اصلا يعني. المهم نشوف اخر التعليقات عشان نقفل الموضوع. استاذه هبه، الناس دي لو بتصلي كان زمانهم ريحتهم حلوه، وده دليل على قله الدين. مش مشكلتي، انا بقطع في الصلاه، بس انا ريحتي حلوه وبحط روايح حلوه وبدور على الاماكن نفسها في ريحها حلوه ولا لا، وبجيب روايح للمكان وبجيب معطر وبخلي نفسي مهندم كده وشيك. يعني في ايه؟ لو يا شيخه لو شعري هايش بخش الحمام بحط شويه ميه. ايه المشكله ان انا ابقى اشوف نفسي حلوه واخلي الاخرين يشوفوني حلو؟ ايه يعني؟ ما لهاش علاقه بالدين، هي لها علاقه بالاخلاق والروح. الناس بناتي عمري كله بتقول ما ينفعش برفان في جيبهم، لازم نهتم داخليا الاول وبعدين برفان خارجيا. لا، كله داخليا وخارجيا، لا لازم كله، لازم كله. ارجوكوا لو سمحتوا ما تزعلوش مني من عصبيتي، ارجوكوا لو سمحتوا. يعني ان كنت منفعل شويه لان انا بتذكر المواقف اللي عايشها دلوقتي واللي قبل كده في الموضوع بتاعنا، فبيتعبني نفسيا لان هم فعلا طاقه سلبيه. فارجوكم ما تزعلوش مني، ارجوكم ان كنت منفعل شويه. بناتي عمري بالعكس موضوع مهم جدا، اشكرك جدا. استاذه رجان بتقول موضوع مهم جدا، كويس ان حضرتك فتحته، لاني انا كنت بتكلم مع زمايلي اللي مش مهتمين بنفسهم. يعني لا، موضوع بقى مستفز في كل مكان على فكره، مش في مكان محدد ومع اشخاص كتير. لا، واضح جدا ان الطاقه السلبيه بقت مليانه. عندك مشاكل، عندك مسؤوليات، بس مش لدرجه ان انت تبقى مدمر نفسك ومدمره نفسك للدرجات. واكرر، بنات وستات بالشكل ده ازاي؟ ما حدش قال لك ما تحطيش برفان، الكلام ده كلام كذب. يعني في حاجه غلط، في حاجه غلط. يعني ايه ريحه بزن بيها دي يا جماعه؟ ما تحطوا الكلام بعقلكم. يعني انتوا بقى ريحتي زفت، بان الله جميل يحب الجمال. ما حدش قال لك ما يعني تبقى ريحتك زفت بالشكل ده. هندمي نفسك وخلي نفسك شكلك مقبول وحط ريحه حلوه. ان الله جميل يحب الجمال. مين قال ان تحطي برفان فالناس كلها تزني فيا؟ ايه يا جدعان؟ ما تعقلوا الكلام. في احاديث اسرائيليات، وحتى لو حديث صحيح ما ناخدها بالحديث الثاني، ان الله جميل يحب الجمال. ايه المشكله بتبقى ريحتي حلوه؟ يعني ايه المشكله في دي؟ والله قابلت منتقبات ومحجبات زباله، ريحتهم زباله. يعني انا مش فاهم كده.
وملهاش علاقه بالدين، هي لها علاقه بالروح والنفس والطاقه اللي جواكوا. يعني ارجع تاني واتكلم في الكلام ده. مسلمه ولا مسيحيه، ما تخلي ريحتك حلوه، يعني حاجه مستفزه بجد يعني. بس في النهايه خالص، الطاقه الايجابيه ريحه ايجابيه، مكان ايجابي، شكل ايجابي. الطاقه السلبيه ريحه سلبيه، في حاجه متلخبطه، تعرف ان في حاجه مش مظبوطه. الشخص ده مش مظبوط او الريحه مش مظبوطه، تعرف ان الراجل ده مليان طاقه سلبيه، او البنت دي او الست دي. ليه كده يا جماعه؟ والله الموضوع فعلا مستفز يعني والله يعني انا بضحك وهم يبكي وهم يضحك. استاذ محمد صلاح بيقول ان النظافه عنوان لحاجات كتير، مرآة لحياه الشخص في كل حاجه. برافو على كلامك، برافو جدا ان انتم متابعيني. اتمنى الموضوع ده الناس تفهمه. ومعنى ان انا بطرح مشكله، مش بقول على حضرتك ولا حضرتك، انا بقول ان حتى لو كانت فيكي حسيتيها فيكي او انت حسيتها فيك، خدها بحسن نية. انا ما ذكرتش اشخاص، ولكن انا بقول لنفسكم والله، وانا زعلان عليكم. انا مش بعيب حد، يا ربنا يعلم مش بعيب حد، بس الموضوع بقى مش مشكلة، وبقى منتشرة، وبقى مستفز. رسالتي اظن قلتها. في النهاية، بتصلي ولا ما بتصليش، لازم يبقى شكلك حلو، ولازم تبقى ريحتك حلوه. انت مهندم في نفسك، فاذا ان انت بتدي رساله معينه ان انا انسان كويس. ريحتك مش حلوه، تعرف ان انت بتبعد الناس عنك. شكلك مش حلو، بتبعد الناس برضو عنك. ريحتك مش حلوه، بتجلب الشياطين وبتجلب الجن والكلام ده كله، وبتأذي نفسك. ريحتك حلوه، شكلك حلو، بتجذب الناس الحلوه ليك. ريحتك زفت وريحتك زباله، بتجذب الناس الزباله ليك. ما تجيش تسأل على مشاكلك ليه وانت اصلا كلك مشاكل. ما تجيش تسألي انا حياتي متلخبطه ليه وانت اصلا ملخبطه في حياتك وفي ريحتك وفي شكلك. ما حدش قال انك عشان متدين او انت متدينه ريحتك تبقى زفت. محدش قال الكلام ده. رسالتي المفروض خلصت، وصلت. افهموها بعين الاعتبار، وبعين الإيمان، وبعين الطاقة الإيجابية. افهموني دايما بنيتكم صافية. افهموني دايما بروح صافية. دايما تحطوا النوايا الصافية علشان ترجع لكم بحياة صافية. اشوفكم على خير، واشوفكم دايما بابتسامة. اشوفكم دايما بنقاش محترم ومعتدل، وإن كان في اختلاف يبقى نحترم بعض، والأهم اشوفكم دايما بسعادة. اخد اخر تعليق ده واسلم عليكم وامشي. استاذ محمد صلاح، انت تناقش وتعالج سلبية للأسف الشديد منتشرة انتشارا كبير جدا جدا. واستاذ محمد صلاح لك كل الشكر والتقدير دكتور احمد لإثارة مواضيع غاية في الأهمية وحوار النقاش. اشكرك جدا جدا، على راسي كلامك الطيب. يا رب تكون دايما في جمال وفي سعادة وفي روايح جميلة وطاقة إيجابية. سلام.